السلام عليكم، اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهارده نعمل مع بعض اجمل تورتايه. لا رق بنوته، تورتايه بسيطه جدا وسهله، لكن في النهايه كان التصميم بتاعها رقيق جدا جدا. التورتايه مقاس 20 في 20، نص شوكولاته ونص فانيليا، والحشو كمان شوكولاته وفانيليا، لكن التغليف الخارجي هيكون كله كريمه بيضه علشان يليق مع الشكل النهائي للتورتايه. بعد ما حشيت التورتايه بتاعتي غلفتها كده بمعلقه صغيره كده من الكريمه عشان الم بس فتافيت الكيك ما تطلعش معايا وانا بغلف التورتايه. انا النهارده حبيت ان انا اعمل معاكم التزيين الخارجي على طول التورتايه وما خبزتش الاسبونج ولا قطعته معاكم علشان ما اطولش عليكم الفيديو، لكن لو انتوا حابين نخبز الاسبونج ونقطعه مع بعض ممكن تقولوا لي في التعليقات. بعد كده جهزت الكريمه بتاعتي. انا استخدمت كوبايه من الكريمه، عليها معلقه من كريم الباستري، معلقه من لبن البودر، ومعلقه من السكر البودر، وضربتهم. انا عايزه اقول لكم ان انا بضرب حاليا في الحر ده، بنضرب الكريمه تدريجيا بالميه تدريجيا، يعني بحط حبه في حبه لحد ما الكريمه تظبط معايا علشان ما تخفش معانا في الحر ده وتسيح. الكريمه طالعه ما شاء الله ناعمه جدا ومتماسكه وفي منتهى الجمال. وزعت الكريمه بتاعتي بكيس الحلواني، دايما انا بحب اوزع بيه الكريمه علشان بصراحه بيسهل عليا قوي التوزيع وبيدينا نتيجه حلوه. ابدا بقى اسحب الكريمه فوق التورتايه بالسباتولا كده وانعمها كلها مع بعضها بنفس الشكل. ونيجي بقى لمهمة السكرابر، وهي اهم مهمة في تجليس التورتايه بتاعتنا. ممكن نستغنى عن السكرابر على فكرة بمسطرة من مساطر الولاد لو انتي ما عندكيش السكرابر ده. السكرابر هو الأداة اللي بتظهر لي فعلا الجوانب أو المناطق اللي ما فيهاش كريمة أو الكريمة بتاعتها خفيفة على التورتاية، زي ما شفنا كده. أول ما سحبت بالسكرابر بدأت تظهر على التورتاية مناطق كده كمان من الشوكولاتة أو من الكريمة، كريمة الشوكولاتة بتاعة التورتاية. ببدأ أجيب كريمة تاني وأحط تاني على كل المناطق اللي ظاهر فيها الكيكة، وابدأ أجيب السكرابر تاني واسحب بيه الكريمة على التورتاية. هينعم لي الكريمه جدا ويوزعها لي كويس، وكمان بيعمل لي الحرف العالي، الحرف بتاع سطح التورتايه بيظبطه جدا، بيخليني اعرف بقى ايه يبقى حواف التورتايه مظبوطه من فوق. بعد ما ظبطت معايا كده جبت السكرابر المشرشر وبدأت ان انا اسحب جوانب التورتايه كده عشان تديني الشكل الجميل ده. اجيب بقى الاسباتولا وابدأ اعمل الحرف بتاع التورتايه من فوق. زي ما احنا قلنا دايما بنسحب بسن السكرابر، بنسحب بسن الاسباتولا من بره لجوه، بناخد لحد نص التورتايه بالظبط. واهم حاجه بعد كل سحبه بنمسح الاسباتولا كويس جدا من الكريمه اللي فيها. هنا التوبر ده انا عملت لكم فيديو صغير كده تقدروا تشوفوه موجود على القناه، ان انا جبته منين وعملت فيه ايه. التوبر ده سهل جدا جدا، شوفوا بس الفيديو هتشوفوا كل المعلومات اللي انا قلتها عن التوبر ده. نيجي بقى للكريمه اللي احنا هنلونها. اللي باقي عندي اهو من الكريمه، انا هعمل لون بينك يكون تقيل شويه، مهم جدا واحنا بنلون الكريمه بتاعتنا ما ترميش اللون بتاعك كله مره واحده، بترميه نقطه نقطه حتى لو هتستعملي العبوه كلها، لكن اهم حاجه نقطه نقطه علشان ما يديكيش لون غير اللي انتي مش عايزاه. حطيت بقى العروسة بتاعتي، وبعد كده هبدأ ان انا ارسم ديل الفستان بتاعها بخلة اسنان كده علشان امشي عليه بالكريم. تقدري بقى هنا في الفستان بتاع العروسة ده تستعملي اي قمع او اي تيب عندك، تستعمليه هيديكي بصي اي تيب هيديكي نتيجة كويسة. انا اخترت تيب يكون بس سنه صغير علشان يديني ايه رسمة تكون رقيقة شوية بتاعة الفستان. زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة رسمته. لو انتي اول مرة تعمليها ما تلاقيش خالص، يعني حاولي اي رسمة بتعمليها بالقمع بتاعك اعمليها بالراحة خالص على الفستان، هتديكي برضو نتيجة كويسة. انا رسمت الفستان كله، وبعد كده هعمل بقى روزتات على حرف التورتاية من فوق، وكمان هحزم التورتاية من تحت برضو بروزتات تكون بسيطة. بحاول بقدر الامكان ان الروزتات تكون بسيطة علشان ما تدينيش شكل مش ظريف كده مع التورتاية. هبدأ بقى اوزع بقية التوبر بتاعي، الشجرة والورد والفراشات. طبعا التوزيع دوت والشكل النهائي بتاع الفينش ده لذوقك. هي بس هنا فلتت معايا في حاجة واحدة، ان الفراشات كانت محتاجة 2 منهم يرتفعوا على استيك عالي عشان تبان كأنها طايرة يعني. وبس كده. بعد كده بقى جبت اسبرينكل ابيض، بدأت ان انا احط على حروف الروزيتات من فوق كده
بين كل واحدة وواحدة. بعد كده خدت منه مقدار معلقة كده وبدأت ان انا الونه بلون دست اسمه لؤلؤي. اللون اللؤلؤي ده بيديكي نتيجة حلوة قوي زي اللولي كده، لان صعب جدا ان احنا نلاقي في محلات مستلزمات الحلواني سبرينكل او لولي بنفس الدرجة دي. وبدأت ان انا بقى انقطه كده على الفستان بتاع العروسة. وبقيت بقى بقيت الدست اللي باقي من التلوين ده جبت بقى الفرشة وبدأت ان انا ارمي منه على الفستان. بصراحة كان مدي لون حلو قوي قوي كده فيه لمعة. اللون اللولي ده بيدي ضي جميل كده ورقيق، والباقي بدأت ان انا اوزعه على الكريمة عشان يديني، او على التورتية كلها عشان يديني نفس الضي بتاع او اللمعة اللي بتبان كده. على فكرة هو في الاول كده ما بيبانش قوي، لكن اول ما بعد ما بتسيب التورتية تهدى كده بنص ساعة بيبدأ اللون اللؤلؤي ده يبان. بصوا انا عايزة اقول لكم، قولي لي رأيكم. كانت في منتهى الرقة وفي منتهى الجمال، والحمد لله الحمد لله انها عجبت صاحبتها وعجبت كمان البنوتة صاحبة العيد ميلاد. كانت رقيقة جدا جدا. هستنى رأيكم في التعليقات، قولوا لي رأيكم بصراحة. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير.